كان في حاجة ماسة إليهم إلى درجة تنظيمه لصالحهم رحلات نحو مكة المكرمة للقيام بمناسك الحج. يتعلق الأمر بالجنرال فرانكو في علاقته بالمغاربة الذين شاركوا معه في الحرب الأهلية. فخلال هذه الحرب الأهلية الإسبانية التي امتدت من 1936 إلى غاية 1939 كان الجنرال فرانكو يعتمد على رجال يجلبهم من المغرب، مقاتلين قدرتهم المصادر التاريخية بما يقارب 100 ألف محارب مغربي. ولقد كان من الواجب على فرانكو في عز تلك الحرب أن يحافظ على ولاء هؤلاء المغاربة المقاتلين إلى جانبه ما أمكن وبكل الوسائل والحيل. ومن الحيل التي استخدمها فرانكو هي ترتيبه لهؤلاء المغاربة رحلات بحرية نقلت خلال السنوات 1937 و 1938 و 1939 نقلت حجاجا مغاربة وضعوا بزادهم العسكرية ولبسوا الإحرام. وتروي المصادر أن أول رحلة إلى مكة كانت يوم 20 يناير 1937، انطلقت عبر سفينة حربية حملت على متنها حوالي 533 مغربي من جنوب إسبانيا لتعود بعد شهرين إلى مدينة سبتة ومنها إلى إشبيلية، حيث خصص الجنرال فرانكو استقبالا رسميا حافلا لهؤلاء المقاتلين الذين خاضوا حربا إلى جانبه، حيث خطب فيهم يقول بترجمة تقريبية: لقد عدتم من الشرق وكلكم فخر لإتمام واجبكم كمسلمين ملتزمين لمحاربة الكفر. ويقصد بالكفر هنا خصومه الشيوعيين. استمرت مثل هذه الرحلات في سنوات 1938، حيث ذهب إلى الحج حوالي 700 مغربي كان يحارب في إسبانيا. أما في سنة 1939 ذهب حوالي 1000 حاج مقاتل. هؤلاء المقاتلون المغاربة الذين استغنى عنهم فرانكو بمجرد إسدال الحرب أوزارها كانوا يصيحون فرحا بحجهم: فيفا الإسلام، فيفا فرانكو، يحيى الإسلام، يحيى فرانكو. أما ما ستشاهدونه في هذا الفيديو التالي هو توثيق مصور لاستقبال فرانكو لحجاج من الصحراء وسيدي إفني عندما رجعوا من أداء مناسك الحج لسنة 1966. En el Palacio del Pardo son recibidos en audiencia especial por el generalísimo Franco, acompañados por el ministro subsecretario de la Presidencia, los peregrinos musulmanes de las provincias de Ifni y Sahara, que por invitación del gobierno español fueron recientemente a la Meca. Un saharaui, en nombre de los 40 peregrinos, lee una salutación de gratitud hacia el jefe del Estado y el gobierno de Franco. El caudillo contestó con sentidas palabras de afecto hacia el mundo musulmán y los españoles de África. Conversó con todos y recibió un obsequio de la artesanía típica de las provincias españolas del desierto africano.